لو صحيت كمان سنة في نفس اليوم في نفس المكان وفتحت عينيك ولقيت نفسك زي ما انت، نفس الضغط، نفس القلق، نفس الكتب المتراكمة، نفس الإحساس إن الوقت بيجري وانت واقف مكانك، تحب الإحساس ده؟ ولا نفسك 2026 تكون مختلفة؟ مش مختلفة في الكلام، مختلفة بجد. الفيديو ده معمول ليك انت، لو طالب، لو حاسس انك تايه، لو كل سنة بتبدأ بحماس وتخلص بتأجيل. مش هقولك كلام كبير ولا شعارات فاضية ولا إنك تصحى الفجر وتغير حياتك في أسبوع. إحنا هنمشي بهدوء، خطوة خطوة، بخطة واقعية تنفع تتنفذ وتكمل بيها سنة كاملة من غير ما تزهق. خلينا نتفق على حاجة من الأول: تحقيق الأهداف مش ضربة حظ، ومش محتاج تكون أذكى واحد في الدفعة، ومش محتاج ظروف مثالية. تحقيق الأهداف محتاج وضوح وصبر وحركة بسيطة تتكرر كل يوم. ناس كتير بتفشل مش لأنها مش قادرة، لكن لأنها مشتتة، عايزة كل حاجة في نفس الوقت: مذاكرة، كورسات، لغة، جيم، شغل، تطوير ذات. النتيجة ولا حاجة بتكمل. علشان كده أول خطوة حقيقية في 2026 هي إنك تختار هدف واحد بس، هدف واحد، أهم هدف، الهدف اللي لو اشتغلت عليه السنة دي حياتك هتتحسن حتى لو ما عملتش غيره. ما تخافش إنك تسيب باقي الحاجات دلوقتي، أنت مش بتلغيها، أنت بس بتأجلها. التركيز قوة. بعد ما تختار الهدف لازم تخليه واضح، واضح جدا. دماغك بيحب الوضوح وبيكره العموميات. ما تقولش عايز أنجح أو عايز أذاكر أكتر، اسأل نفسك: أنجح إزاي؟ أذاكر قد إيه؟ إمتى؟ نتيجة إيه؟ لما تقول عايز أجيب تقدير جيد جدا آخر السنة، أو عايز أخلص كورس معين في 6 شهور، كده أنت ريحت دماغك وبقيت عارف أنت رايح فين. بعد كده ما تبصش للهدف كله مرة واحدة. الهدف الكبير بيخوف وبيكسل وبيخليك تأجل. الحل: التقسيم. قسم الهدف لشهور، وبعدين لأسابيع، وبعدين لأيام. خلي كل يوم ليه مهمة صغيرة جدا، مهمة ما تخوفكش. مش مطلوب منك تعمل مجهود خارق، المطلوب إنك تكمل. وهنا نيجي لأهم نقطة: الالتزام بالقليل. ناس كتير بتقع لأنها بتبدأ جامد، 5 ساعات في اليوم، جدول مثالي، حماس عالي، وبعد أسبوع تعب، زهق، توقف. الأحسن إنك تبدأ بحاجة صغيرة: ساعة في اليوم ممتاز، نص ساعة كويس جدا، حتى 10 دقايق ينفعوا. المهم إنك تعمل الحاجة دي كل يوم. الاستمرار أقوى من أي حماس. وخلي بالك وانت ماشي في طريقك هتشوف ناس كتير سبقوك، على السوشيال ميديا، في الدفعة، في حياتك. ما تقارنش نفسك بحد، المقارنة بتسرق طاقتك وبتخليك تحس إنك متأخر حتى وانت بتتقدم. السوشيال ميديا بتعرض النتيجة مش الرحلة. كل واحد ليه توقيته، ظروفه، سرعته. انت بتنافس نفسك القديمة مش أي حد تاني. وفي وسط كل ده ما تنساش نفسك: جسمك مش آلة، نومك مهم، أكلك مهم، راحتك مهمة. النجاح مش إنك تدمر نفسك، النجاح إنك توازن، تشتغل وتريح وتكمل. الإرهاق المستمر مش بطولة. وطبيعي جدا إنك تقع، يوم هتكسل، يوم مش هتذاكر، يوم تحس إنك مش قادر، ده طبيعي. اللي مش طبيعي إنك تقف. لما تقع قوم، من غير جلد ذات، من غير ما تقول أنا فاشل. يوم وحش عدى، بس السنة لسه مكملة. وفي الآخر خليني أقول لك حاجة مهمة: 2026 مش محتاجة نسخة مثالية منك، مش محتاجة حد عمره ما غلط، محتاجة نسخة مستمرة، نسخة بتغلط وبتتعلم وبتكمل، نسخة بتاخد خطوة صغيرة كل يوم، بس خطوة حقيقية. ما تستناش بكرة ولا أول الأسبوع ولا أول الشهر، ابدأ دلوقتي. دلوقتي أحسن وقت. ولو الفيديو ده لمسك في حتة، سيب لايك واكتب هدفك في كومنت، وخليه وعد بينك وبين نفسك مش لحد تاني.